السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مستقبل الحمايات في الاجهزه الذكيه 2026. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن اجهزه ابل وطريقه فك قفل الاي كلاود بتاعها او طريقه التخطي بتاعه. طبعا شرحنا كل ده بالتفصيل في الحلقه اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اجهزه هونر. اجهزه هونر من الاجهزه الصعبه شويه في تخطي حمايه جوجل بتاعتها. في الاي او اس القفل بيبقى عن طريق الاي كلاود، اما في اجهزه الاندرويد القفل بيكون عن طريق حمايه جوجل. دلوقتي هنتكلم عن طريقه تخطي حمايه جوجل بالنسبه لاجهزه هونر. طبعا هما طريقتين. الطريقه الاولى عن طريق ادوات وبرامج السوفت وير. الادوات دي كلها مدفوعه مش مجانيه، وعشان تشتغل عليها لازم تكون شخص فاهم سوفت وير كويس وعارف انت بتعمل ايه، عشان طبعا ما تبوظش الجهاز اللي معاك. اما بالنسبه للخدمه الثانيه فالخدمه دي بتكون عن طريق سيرفر. السيرفر ده يعني زي ما تقول كده شخص مثلا شغال في شركه هونر بيقدر ان هو يسرب لك اكواد لفك القفل بتاع جوجل ده باكتر من طريقه. في طبعا الطريقه السريعه والطريقه البطيئه. الطريقه السريعه بتتم من دقيقه ل 60 دقيقه، والطريقه البطيئه بتتم من يوم لحوالي 7 ايام. اختلاف السعر حوالي الضعف ما بين الخدمتين، ولكن انا برجح الخدمه دي جدا لان هي امن خدمه للتليفون بتاعك. فالتليفون مش هيتفك، التليفون مش هيتفك مساميره، مش هيتفك الظهر بتاعه، مفيش اي حاجه تتفك منه. كل اللي هيحصل ان انت هتوصل الجهاز في وضع الفاست بوت، تقرا البيانات بتاعته، تبعت لي السيريال نمبر او تبعت لي تكلمني في الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو عن الخدمه اللي انت عايزها، سواء كانت سريعه سواء كانت بطيئه، ونتفق في السعر ونتفق في الوقت ونتفق في كل حاجه. وهسيب لك دلوقتي فيديو لطريقه الفك عشان يكون عندك الخلفيه والصوره كامله للطريقه. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو حابب ان انت تشوف فيديوهات زي كده تاني تقدر ان انت تعمل سبسكرايب للقناة، وبرضه تعمل لايك عشان ده بيساعد في انتشار الفيديو. واشوفكم ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. السلام عليكم.